الظل اللي بيلاحقني كان في واحد اسمه سامي، شاب عايش في القاهرة. سامي كان دايما بيحب يطلع ويجرب كل حاجة جديدة، لكن مفيش حاجة في الدنيا كانت بتقدر تدهشه أكتر من الظل اللي كان بيلاحقه. القصة دي بدأت من كام شهر لما سامي قرر يغير مكان سكنه. ساب الشقة القديمة وراح في شقة جديدة في منطقة نائية شوية في المدينة. الشقة كانت قديمة، ولكن ما كانش عنده مشكلة في ده. كانت الشقة كبيرة، فيها تفاصيل كتيرة وأثاث قديم، وكأنها شقة مرمية من زمن. كان أول يوم ليه في الشقة، وكل حاجة كانت هادية إلا من صوت الرياح اللي كانت بتدخل من الشباك وتخلي الستائر تتحرك. سامي حس بشوية تعب بعد الانتقال، فقرر ينام باكر. لكن في نص الليل سامي اتفاجئ بحاجة غريبة. حس بحاجة بتحرك حواليه، وبص بصعوبة شديدة في الظلام. فشل في تمييز أي شيء، ومر الوقت وقرر يرجع ينام تاني. في اليوم اللي بعده كل حاجة كانت تمام، لحد ما جات ليلة تانية. في اللحظة دي بدأ يحصل حاجات غريبة، زي أصوات خفيفة في الغرف التانية، وكأن في حد بيخطو ببطء. سامي كان خايف، بس حاول يقنع نفسه إنه بيتهيأله. لكن بعد كام يوم الحكاية اتغيرت. بدأ يشوف الظل مش فيه الزوايا بس، لكن كمان كان بيتحرك قدامه. سامي اتخض، حاول يركز في التفاصيل لحد ما شافه بوضوح. الظل كان طويل، لونه غامق بشكل غريب، وكان بيتحرك بسرعة غير طبيعية. سامي كان بيشوفه في زوايا الشقة وحاسس إنه بيتبع خطواته. كل ما سامي حاول يخرج من الشقة كان بيشوف الظل وراه، وكل ما حاول ينام كان الظل يخوم حواليه. الشك بدأ يتسلل جواه إنه مش لوحده، وإن في حاجة مش طبيعية بتلاحقه. مر يوم ورا يوم والظل زاد شراسة. لما حاول سامي يتكلم مع الجيران عن اللي بيحصل معاه، كلهم ردوا عليه بنفس الجملة: دي شقة مسكونة يا عم، اللي سكنوا فيها قبل كده مفيش حد عاش فيها أكتر من كام شهر. الجيران قالوا إن في شخص توفى في نفس الشقة من سنوات، لكن محدش عارف التفاصيل بالظبط. سامي قرر يتجاهل كلامهم ويحاول يواجه اللي بيحصل، لكن الوضع ما بطلش بل زاد. بدأت تظهر علامات على الجدران، كأن في شخص بيكتب حاجات بالدم، والأصوات كانت بتزيد. وبعد شوية الظل بدأ يتحول لشيء أكتر من مجرد ظاهرة غريبة. أصبح كائن بيظهر قدام سامي بوضوح، وكأنه جزء من عالم تاني. كل ما حاول يهرب منه كل ما زادت رغبته في اقتناصه. وفي يوم من الأيام لما قرر سامي يواجه الظل أخيرا، دخل في غرفة نومه وهو عارف إنه هيلقى فيه حاجة غريبة. الظل كان واقف قدامه، كان طويل جدا وحاسس بالبرد في المكان. كانت عيناه مليانة بالظلام وكأنها مش من عالمنا. سامي حاول يتكلم بس ما قدرش يطلع صوت، وبدأ يحس بالهلع وهو شايف الظل يتقدم نحوه. الظل ما كانش بيتكلم، لكن كان فيه إحساس غريب في الجو. سامي حس بشيء جواه بيحاول ينهار، وكأن الظل كان عارف إنه هيخضع له في النهاية. ولما اقترب منه سامي حس بحاجة غريبة تتحرك جواه، زي ما الظل كان بيمتص روحه. فجأة السكون اللي كان مالي المكان اتكسر. في لحظة غريبة اتغير كل شيء، وكل شيء رجع لوضعه الطبيعي. سامي فاق على نفسه وهو جالس في الأرض، وملقاش الظل حواليه ولا حتى في أي مكان في الشقة. الظل اختفى زي ما كان ظهر فجأة. من وقتها سامي مش قادر يفهم اللي حصل، ومش قادر ينام في نفس الشقة تاني. الناس في الحي قالوا إن الظل ده في كل مرة يظهر بيروح لما يكون خلاص لقى ضحيته. سامي قرر يسيب الشقة دي، لكن قبل ما يمشي شاف حاجة على الجدار مكتوبة بالدم: الظل بيلحقك في كل مكان. ومن ساعتها سامي مش قادر يشوف ظله في أي مكان، بس كل ما يروح مكان جديد يبدأ يحس إن الظل مش بعيد وإنه بيراقبه دايما.